عاد العم بأحمد لما ربح السوق إلى الأدراج، علمه في الرحلة قطعا بيعا وشراء بحراج، وتعلم فيها بذكاء سبلا ستزيد الإنتاج. لما بلغ العقد الثالث قد حكم في وضع التاج في الكعبة إذ هدمت، فأتى بمشورة ذهن وهاج، ولذلك قد صار لأحمد في الناس بروز ورواج. سمعت بنت خويلد عنه فأتت ميسرة بنتاج ليتاجر مع أحمد فيه في سوق فيه الحجاج. خرج محمد مع ميسرة وبمال خديجة وداج، راقب ميسرة سنته عن قرب في كل مزاج. قد كان خلوقا وأمينا في البيع كريما ثجاج، وكذاك بعيدا عن غش وبعيدا عن كل سماج. وخديجة فرحت وابتهجت وتمنت أحمد بزواج، بعثت من يسأله عنها كي لا تشعر بالإحراج، فأتم الله إرادتها وأتم الله الإبهاج. ذهب محمد وأبو طالب لخويلد معهم ديباج، خطبوها منه فزوجها، فلأحمد نعم المنهاج. وبذلك قد صار محمد وخديجة خير الأزواج.